جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين دون حاجة إلى سلوك مسطرة قضائية. إلا اتفقوا داروا عقد اتفاقي ما كانش يمشيو للقضاء، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يغطي جلها. قالب خطير هذا، كنعاودها اسمع قالب خطير هذا. القالب الاول داز، القالب الثاني هو جاي. هاي هادو راه باغيين يردوا المراه سلعه رخيصه، هادشي اللي باغيين يديروا. في البدايات ديال 2000 كلشي خرجت ديك المدونه، ماشي من حقها كضرب المراه من حقها تخرج، المراه من حقها تخدم. كنسمعوا حقوق المراه وفعلا كنقولوا المراه كتاكل العصا خاصها. المهم مشينا مع الموجه، كنا عيالات وكدري باقي صغير، مشينا مع ديك الموجه. انا ولد لي ساسفه، غنقول لكم داكشي اللي شفت الخوت، ما تحتاجش شي دراسه ولا شي علم. انا ولد لي ساسفه، كابر في لي ساسفه معروفه واحد الحي صناعي. سمعوا الاخوان البنات والعيالات، سمعوا هذا القالب الخطير، وهذا القالب اللي جاي راه اخطر منه. كابر في لي ساسفه دايرين بينا شركات. في التسعينات كنت كنعقل، في التسعينات كانوا كيدوروا بالبيكوب وتيديروا ميكروفون وتيدوروا تيقولوا للشباب الشركه فلان فلانيه خاصها خدامه. هذه فليسات في التسعينات، الشركه فلان فلانيه خاصها خدامه. داكشي ديال الخياطه انا ما كنعرفش بزاف في الخياطه، واش البيكوز خاصها شي حاجه في الفينيسيو، خاصها كيدوروا على الشباب باش يخدموا. شي في التسعينات كنقول لك فليسات بحكم انها حي صناعي. ملي جات 2000 داكشي ديال بدايات حقوق المراه، خاصها تخرج تخدم، خاصها دير، خاصها تفعل. ولاو الاخوان دوك الشركات غاديين الدريات كيخدموا، الدريات ولاو تيخدموا في دوك الشركات. اش انا قلت لك عشتو، انا راه ما نحتاج لا عالم قلت لك ولا حتى شي واحد يعطيني شي دراسه ولا ارقام، هادشي شفتو بعيني. في بدايه ديال 2001 2002 2003 بداو الدريات داكشي ديال حقوق المراه بداو كيجيو من العروبيات كيكيروا في ليساسفه بيوت ديال الكرا. كاين في ليساسفه حاليا بيوت في مدينه الدار البيضاء حي ليساسفه، كاين البيوت ديال الكرا وكيتشاركوا في طواليط. كيجيو الدريات يكسرون بيتا ويذهبون للعمل وبداو كيستقبلوهم في الشركات. انا في 2006 2007 وليت كنمشي باغي نخدم في الصيف بحكم كنقرا وكنمشي بغيت نخدم. تلقى اغلب الشباب ولاد دربنا ولاد حي ليساسفه كنلقاهم قدام المعامل ولاو كيقولوا حتى ولاو بغاو يخدموا البنات، ما بقاوش بغاو يخدموا الرجال. وبحكم انني قلت لك ابن ليساسفه كاينين دراري من ليساسفه، كاين اللي خدام تما مثلا الشاف ديال شي ايكيب ديال هذه، وكاين كنسمعهم كيقول لك اخويا كتجيب معاك شي راجل الا بغيتي تخدم شي شاب في ديك الشركه كتوحل معاه، كيبدا يقول لك خاصو كيبغي مصروف يكون زعما حقه في الساعه، الا بغيتي تجري عليه كتوحل معاه. قال لك اللهم البنات اخويا ما فيهمش المشاكل وكيخدموا باقل ثمن. يعني هنا بديت كنشوف بانه البنات ولاو مساكن تيجيو كتلقى ثلاثه الدريات في بيت كاين بيت ب 12000 ريال، ثلاثه البنات الداري نقول لك بيت راه تكون فيه شي 3 متر على 3 ولا 4 شي فليسات فحاليا كيكريو سداري وغادا خدامه تقريبا ب 180 ريال 160 ريال الساعه، في حين انه ولاد دربنا كانوا كيخدموا ب 240 260. يعني البنات ولاو طيحوا السوق. الاولى. ثانيا وانا نشوف عاوتاني هادو داكشي اللي شفت ونقول لك شنو استنتجت. ثانيا عاوتاني لقيت بان البنات مهضومين في الحقوق ديالهم، كيجريو عليهم كيضربوا جماله كيزيدوا السويع، وكاين حتى التحرش. يعني حتى الشاف لا بغات شي وحده تخدم خاصها تبعكك عليه، خاصها تحكك عليه باش يخدمها، والدراري ما بقاوش كيخدموا. يعني لقيت بانه كانت فرص العمل ديال ولاد دربنا كانوا قادرين يخدموا بواحد الثمن كبير في ليساسفه، وكانوا يقدروا يتزوجوا ويديروا وليدات. صدقوا دابا هما ما خدامينش ما تزوجوش، والبنات جاو من العروبيات وكراو بيت وخدموا دابا باقل ثمن. شكون المستفيد الاكبر؟ المستفيد الاكبر الاخوان هما اصحاب الشركات. لقاو الدريات اللي يخدموا باقل ثمن، تقريبا كاين اللي كتخدم 36000 ريال في الشهر. تخيل معايا واش انت شاب غتخدم 36000 ريال ولا خدمتي بها؟ لانه خاصك لان انت كتفكر باغي تزوج، كتفكر باغي دير وليدات، كتفكر انك تصرف على والديك. البنت فاش كتفكر؟ البنت في نظرك هذيك اللي جاي يخدم ب 36 40000 تلقى مسكينه كاريه ديك 12000 ريال مقاسمه دوك البيت مع الدريات كتعطي 4000 ريال في الشهر، غدير الروشار ديالها، غتصيفط لوالديها واحد 6000 ريال ولا 7000 ريال ولا 8000 ريال في الشهر، والباقي كتصرفوا عليها، اما دير ماكياج اما تلبس بيجامات اما. يعني لقيت بان المستفيد الاكبر شكون؟ هما رؤوس الاموال. يعني مع المده بديت كنفهم بان كاين شي قوانين ديال المراه، هادشي قلته قبل، كاين شي قوانين ديال المراه كيطبقوهم هاد اصحاب اللي شادين العالم اللي حاكمين العالم، الراسماليه المتوحشه. يعني بغاو يخدموا عندهم، بغاو اليد العامله تكون رخيصه، داكشي علاش خرجوا المراه تخدم. ودابا حاليا الاثار ديال القالب الاول عاد غندويو على القالب الثاني ديال اليوم. الاثار ديال القالب الاول الاخوان حنا بدينا كنلاحظوه، ولاو دابا العيالات الدريات كيقول لك اودي واش انا كرهت شي راجل اللي يمشي يخدم ونبقى انا في داري؟ واش انا كرهت شي راجل اللي يجيب لي المصروف ونرعى وليداتي؟ دابا بداو كيقولوا، يعني بدا كيسرى معاهم القالب، بداو كيعرفوا بانه داك الحر ديال نخرج نخدم وهذه تماره في الفابور، لقات راسها بلا راجل بلا وليدات، بدات كتشوف بان حياتها بدات كتضيع.
واش هادشي كاين الاخوان ولا لا؟ واش هادشي لاحظتوه ولا لا؟ هذا القالب الاول لاحظتوه الاخوان ولا لا؟ عبد الكريم ترى كلامك صحيح، الله يحفظك. الا كان كلامي غلط غتقول لي كلامك غلط. دابا الاخوان غندوي لكم على القالب الثاني ديال اليوم اللي هو خطير جدا واللي بغيت يوصل للعيالات والرجاله كاملين. انا غنسول العيالات وجاوبوني، ومن بعد غنقول لكم الرد. اول حاجه قال لك غيديروا، انا تزوجت بواحد بنت الناس ودرت الدار. انا درت الدار كيقول لك بانه الا طلقت معها نخرج انا من الدار وتبقى الدار غتملكها هي والوليدات، او لا توفيت انا الا مت الله يرحمني هي كتورث الدار، ما كيدخلوا فيها لا والدين لا ورثه لا خوت لا والو. في نظركم الاخوان واش هذا عدل ولا لا؟ هذا جاوبوني جواب صحيح. البنات انا بغيت البنات، الا عندنا شي بنات الله يحفظكم جاوبوني في نظر، قولوا اكتبوا لي قولوا هذا هو العدل، او لا اكتبوا لا ماشي عدل. واشكم تكتبوا البنات تفاعلوا معنا الله يحفظكم. واش في نظركم واش هذا عدل؟ ولد تزوج بواحد السيده هو خدام على برا، هي كتربي في الوليدات، قدر الله توفى الدار كتورثها الزوجه، ما كيدخلوا فيها لا والدين لا خوت لا خواتات. واش في نظركم هذا عدل؟ نعم غير عدل؟ كتبوا لا ماشي عدل. واخا تصنتوا القالب الثاني اللي باغيين يديروه الاخوان. انا اعوذ بالله من القول، انا قريت داك القانون، داكشي اللي قلت لك بقى فيا وخاصني ندخل وخاصني نقول هادشي للعيالات يسمعوه. راه الزوجه ديال اليوم غتكون غدا الزوجه ديال اليوم غدا غتكون والبنت ديال اليوم يعني غدا غتكون حتى هي غيكون عندها ولد. يعني في نظرك واحد الام كبرات، اسمع مني مزيان، واحد الام كبرات، حيت هادو كيقول لك حقوق المراه والعدل، كيدويو على العدل انهم كيدافعوا على المراه. واحد المراه كبرات ولدها رزقها الله وليد وبنيه، البنت الله يسهل عليها تزوجات، الولد حتى هو تزوج، الام عندها داك الابن غتسكن معاه، باينه واش غيجري على امه، عندها وليد غتسكن معاه، داك الوليد خدام هو ولا مراه بداو بالكرا داروا الدار. ملي غيدير الدار هذا الوليد هذا قدر الله شي فيراج مات الله يرحمه، واش غيخلي امه تحت رحمه الزوجه؟ فين هو العدل هنا صاحبي؟ دابا واش ما شتيش الام مسكينه؟ دابا هذا اللي حط القانون ما شتيش الام؟ واخا عندي اختي انايا مسكينه ما تزوجاتش اختي وماتت امي الله يرحمها، وعندي اختي وانا تزوجت بواحد بنت الناس وبقيت مزوج انا وياها، ملي انا غنموت تجري لي على اختي؟ ما شتيش حتى هي اختي؟ حتى هي امراه ما شتيش اختي؟ البنات عندها كيسرى معكم القالب وتقولوا لا شحال من راجل ضحاو مع شحال من مرة ضحات مع راجلها وفي الاخر لا. هذا راه قانون عامي، راه كندويو على الام وعلى الاخت وعلى الزوجه. هاد الناس راه كيحطوا قوانين وضعيه، ولكن القانون الالهي اللي ديال الاسلام راه كيرعى جميع الحقوق ديالكم البنات والعيالات. راه قالب هذا، وغنقول لك هذا القالب شنو الغرض منه دابا. في نظركم شنو الغرض منه؟ واش في نظركم الغرض منه انه يحميكم؟ غنقول لكم شنو غيطرى لكم العيالات، وانا غاش نقول لكم شنو غيطرى لكم البنات الا سكتوا على هذا الشيء. انا عندي ولدي دابا غندوي عاوتاني دابا، اسمع سوم، انا عندي ولدي ها هي مرتي كتكبر فيه كترعاه. واش هو ملي يدي الدار واش الام ما رباتش؟ واش ما كتسالش في ديك الدار؟ ما كتسالش في داكشي اللي لانه قرار حنا اللي كبرناه؟ تجي الزوجه وتدي الدار كامله؟ الاولى. الثانيه هو انه حاليا دابا هاد الجينيراسيون اللي جايه ولا ولادنا عرفتي اش غيطراو؟ ما غيبقاوش يبغيو يتزوجوا ملي غيسمعوا بحال هاد القوانين. اسمع مزيان، والله ما غيتزوج ملي غيقول انا غنأيامهم لا غنمشي نبقى نجري وغادي تدي الدار ولا غادي، ما غيبقاوش يتزوجوا. عرفتي اش غيطرى لكم البنات دابا؟ من بعد دابا ما خرجوكم تخدموا وكيحرصوا عليكم حقوق المراه ما كايناش. سير شوف الدريات خدامين باجر هزيل، سير شوفهم، سير ليساتو، سير حي الصناعي، شوف الدريات مساكن كيضربوا تماره فابور والرجال ما خدامين. سير شوف، سير كنا دخلتوا سوق روسكم ومشيتوا لديوركم وخليتوا الرجال منهم الباترون منهم الراسماليه. دابا انتم خدامين كيحرصوا عليكم وكيقول لكم حقوق المراه، راه كيخدموكم دابا باجر هزيل وانتم قابلينه. الاولى. الثانيه هو دابا حاليا اش غيديروا لكم؟ ما غيبقاوش الاولاد يتزوجوا. هادشي دابا اللي كنشوفوا حنا في اوروبا هو اللي غيولي في المغرب. هاد الناس دابا غاديين بينا باش نمشيو حنا للعلاقات الرضائيه وما يبقاش الحلال وما يبقاش الزواج. قالب هذا والله العظيم الا قالب. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حاليا دابا في المغرب قال لك ممنوع عاوتاني التعدد، ممنوع التعدد. هو مانعين التعدد دابا، كيقول لك ممنوع التعدد، ولكن يقدر الراجل يتصاحب معاك مزوج، يقدر يتصاحب معاك، ولكن يتزوج بك لا ممنوع. واش كتفهموا البنات؟ واش كتفهموا العيالات؟ هادو راه غاديين وكيرخصوا في القيمه ديالكم، راه والله ما كيدافعوا عليكم.
انا تنقول لكم الاخوان هادشي اللي كنشوفوا هنا، انا راه ما كيبانش لي الدفاع عن حقوق المراه. هاد الناس خرجوا دابا المراه ها هي كيحرصوا عليها خدامه باجر هزيل، الرجال ما خدامينش، ولاو الشركات كيفضلوا انهم يخدموا البنات على الرجال. ها هو دابا الزواج غادي وكينقص، ها هما دابا العيالات غادا نسبه العنوسه كترتفع، نسبه الطلاق غادي وكيرتفع، الزواج ولا منخفض. احنا عاوتاني دابا ولاو بغاو يحلوا العلاقات الرضائيه، ما يبقاش تهمه الفساد ما تبقاش. يعني الا بغيتي المراه سير خرج معاها، بغيتي تمشي دير معاها شي حاجه سير، ما كاينش اللي يدوي معاك، ولكن تزوج ممنوع. شكون الخسير الاكبر؟ يلا جاوبوا. ودابا جاوبونا البنات والعيالات، شكون الخاسر الاكبر في هذه القوانين؟ اصحاب هذه القوانين جا فرحان تجي تخرج فرحان تقول مزيان راه ما يبقاوش يتزوجوا الدراري. والله راه اوروبا دابا راه حنا كنا كنسميو الوليدات اللي ما عندهمش والديهم، اللي ما عندوش الاباء، اللي ما معروفش بواه، كنا كنسميوهم حنايا كنقولوا لهم ولاد الزنقه او ولاد الزنا، ما عارفينش بواه. هادشي اللي كنقولوا حنا سابقا. دابا حاليا غيولي هادشي في المغرب غيولي يقول لك يعني واخا ما يكونش عنده بواه ماشي مشكل. ومالنا على هادشي كامل اخويا؟ مالنا على هاد القوانين كامله؟ شنو الهدف ديال هاد الناس هادو؟ الاخوان هادشي راه ضرني في الخاطر. هاد القوانين كنشوفها ظلم في حق امي، ظلم في حق بنتي، وظلم في حق ولدي. انا هادشي كنشوفو خطير جدا. هادشي غيفكك المجتمع عندنا غيتقلاب. المراه كتدافعوا على حقوقها، حنا كنشوفوها غادي والقيمه ديالها وكتهبط في المجتمع للاسف الشديد. المراه اللي كان عظمها الاسلام، اللي كان الا بغاها الراجل خاصو يمشي يدوي فيها في دارها، الا بغى يشوفها خاصو يمشي يستأذن من باها، لا بغى يخرج معاها خاصو حتى يخلص يعطي المهر ديالها ويدير الشهود ويعرفوا الناس عادي يديها. ولات دابا كتمشيها فابور بلا ريال بلا جوج، ولات المراه باغا تستر ما لقاتش الراجل. فين غاديين بهذا الشيء؟ واش نتوما كتهمكم بصح المراه؟ موضوع خطير الاخوان. انا حاليا اناشد الناس اللي عندنا في هذه البلاد واللي عندهم قلوب حميده وعندهم عقول سليمه، راعيوا لمواتكم، راعيوا لوليداتكم. هادشي راه غيضر المجتمع بزاف. هادشي راه ماشي في صالح وليداتنا، هادشي راه ماشي في صالح والدينا، هادشي راه ماشي في صالح مواتنا. ويبقى السؤال المطروح وبغيتكم كاملين دابا تجاوبوا عليه، هو باش نختم هذا اللايف وهذا البث المباشر. واش انا الا عندي ميمتي وكاين واش واحد الام اللي كبرات واحد الولد وواحد البنت تزوجات الله يسهل عليها، والولد تزوج، والام ما عندها فين تمشي ساكنه مع ولدها، وقدر الله الولد مات الله يرحمه وخلى الزوجه، واش غتولي ديك الام اللي كبرات داك الولد تسعى عند الزوجه؟ هذا هو السؤال ديالي. فين هو حق الام؟ علاش كتقولوا المنزل يخرج الميراث؟ هذا هو السؤال. واش هذا عدل؟ واش هذا حق؟ خاصكم الاخوان هاد القوانين البنات والعيالات ما تشوفوش من منظورك الخاص كانك مثلا زوجه وتقولي او لا كانك تقولي خاصك تشوفيه من منظور كأم كأخت وكابنه. داكشي علاش الله سبحانه وتعالى حط واحد القوانين ما كيظلم فيهم حتى شي واحد. خوت اللي جاه كلامي معقول واللي جاه هذا الموضوع مهم يبارطاجي ويوصل هذه الفكره لجميع النساء وجميع الامهات، باش ان شاء الله تعالى يولي هذا قضيه راي عام، ونقولوا لهاد الناس اللي جاوا دابا حاليا وبغاو يغيروا هادشي المدونه وبغاو يديروا هاد المشاكل، شكون اللي طالبكم هاد الطلب؟ بغيت نعرف شكون. نتوما كتستجيبوا لشي ناس حنا ما كنعرفوهمش. طلبات ديال المجتمع، الصحه، التعليم، السكن، الطرقات، وانتوما غادي للمدونه، العلاقات الرضائيه، ملاعب كره القدم. ما فهمتش. حنا الطلبات ديالنا جيه وانتوما كتجريو في جيه. والله ما عرفت، والله العظيم ما عرفت. انا كنحاول نستوعب ما استوعبت والو. عرفتي اللي كاين. انا حاليا انسان عندي صفحه حاولت ندوي ونقول رايي، وكنقول اللهم ان هذا منكر. هذا ماشي دفاع عن المراه، كنقول اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر. والله العظيم بالله راه كلنا خطاؤون. هاد العبد المذنب راني كنغلط وكان، ولكن بحال هادشي راه ما نقبلوش. هادشي راه ماشي هادشي راه فات الغلط ليه. لا حول ولا قوه الا بالله. واسمحوا لي الخوت على هذه الاطلاله. المهم الصفحه اصلا درتها انايا وسميت راسي فيسبوكي حر باش اي حاجه طاحت لي في بالي نعبر بها ونقولها، اي حاجه. ودابا حاليا سيروا شوفوا اوروبا، راهم دابا الدريات اللي جاي تصاحب معاهم تمشي تسكن معاه لا زواج لا مهر لا سمعه لا قيمه لا والو، علاقات رضائيه لولادها ابلز بواتهم والله ما كيعرفوهم. هادشي اللي غيولي عندنا، هادشي اللي باغيين هاد الناس يولي عندنا في المغرب، هادشي اللي كيديروا. اللهم اني بلغت، اللهم اني بلغت. هادشي اللي قاعد نديرو انا قلته. شي حاجه لا بانت لي عاوتاني نقدر نديرها او نقولها غنقولها. انا كنتسنى نشوف العيالات والدريات شنو كيقولوا في هذا الموضوع.